تخيل ان اللي اكلته من شوية بعت اشارات لجسمك كله. تعال نشوف قال له ايه. الاكل مش مجرد سعرات، ده معلومات. كل حاجة بتاكلها بتبعت تعليمات لجسمك، بتقول له يعمل ايه ويحس بايه، وكمان بيأثر على مزاجك بكرة. تخيل جسمك موبايل، الاكل هو التطبيقات اللي بتنزلها عليه. اكل صحي تطبيقات مفيدة هتخليه يشتغل بكامل كفاءته. اكل غير صحي تطبيقات مضرة او فيها فيروس هتخليه بطيء وتعمل مشاكل. فكر في المواقف دي: انخفاض سريع في الطاقة وشعور بالكسل بعد أكلة كشري الساعة 3 العصر، رز، عدس، مكرونة، نسبة كربوهيدرات عالية، ارتفاع في سكر الدم، رعشة أو توتر بعد 3 كوبايات شاي كل واحدة فيها 4 معالق سكر، اندفاع سكر مفاجئ وكافيين، طاقة فجأة وبعدين هبوط مفاجئ، جالك صداع في الحر بعد الظهر. في الحر بنحتاج نشرب مية كتير وأوقات بننسى نشرب. مش قادر تنام لو أكلت متأخر، الهضم لسه شغال والجسم عايز ينام. فطرت فطار رمضان، أكلت كتير مرة واحدة، تقلت ونعست. من معدة فاضية لمعدة مليانة مرة واحدة، الجسم أخد صدمة من التغيير المفاجئ. بتحس بنشاط بعد أكل كفتة وسلطة، البروتين مع الخضار بيدي طاقة ثابتة. أكلت فول على الفطار، الفول بيطلع طاقة ببطء فيديك شبع يدوم فترة أطول على مدار اليوم. جسمك دايما بيرد على اللي بتاكله. عشان تفهم إشارات جسمك لازم تعرف الأربع أركان الأساسية للتغذية. أول حاجة المغذيات الكبرى، الماكرو نيوترينز، ودي عبارة عن البروتين والكربوهيدرات والدهون، ودي عبارة عن الوقود الأساسي اللي بتعتمد عليه. تاني حاجة المغذيات الصغيرة، المايكرو نيوترينز، ودي عبارة عن الفيتامينات والمعادن، دي اللي بتشغل كل حاجة صح. تالت حاجة الهرمونات، ودي الرسائل اللي بتنظم العمليات في جسمك. رابع حاجة هي صحة الجهاز الهضمي، وده تقدر تقول عليه المعالج أو البروسيسور، المكان اللي كل حاجة بتبدأ منه. الأربع أركان دول لو مظبوطين هتلاقي نفسك مرتاح، طاقة طول اليوم، مود مظبوط، ونوم كويس. لما يحصل مشكلة في واحدة الباقي بيتأثر. من النهاردة قبل ما تاكل اسأل نفسك أنا ببعت رسالة إيه لجسمي؟ في الفيديوهات الجاية إن شاء الله هنشوف إزاي كل ركن بيشتغل، وأشرح لك ببساطة في أقل من 3 دقايق إيه هما ال3 أنواع وقود اللي جسمنا محتاجهم.